قدرتي وقوتي، بارك يا رب وعليك توكالي في دنيتي، ده انت الكريم. بارك يا رب وعليك توكالي في دنيتي، انت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد ومميز مع برنامج وقلت يا رب. ضفنا اليوم صوت عزيز على أسمعنا جميعا، مش بس أسمعنا وعلى قلوبنا أيضا، صوت مميز لإعلامي مميز كلنا عارفينه، وهو يعني سلطان اسما وهو سلطان في مهنته، وإن شاء الله يعني أكيد هنلاقيه سلطان مع دعاء يا رب. معانا الأستاذ الإعلامي الكبير محمود سلطان، مرحبا بيك. يا رب يا رب، منورنا وسعداء بيك. اهلا بيك يا دكتور عاطف. احنا بنبدأ بالتعرف مع الاسم. انا اسمي محمود محمد عطا جاد سلطان، ده الاسم الطويل جدا. محمود محمد عطا جاد سلطان. بختصر ده كله بقى في اسم الشهرة محمود سلطان. وده اللي بستخدمه على طول، وفي حملتي الانتخابية لمجلس الشعب كنت بستخدمه، وفضل هو جميل. مكان الميلاد؟ مكان القناطر الخيرية. القناطر الخيرية. القناطر الخيرية من سنة 1940. ما دام جبنا سيرة القناطر الخيرية، هي مدينة جميلة جدا ومريحة جدا، ولها انعكاسات وتأثير عليا وعلى حياتي وتصرفاتي. هي كانت مدينة ولا ساعتها كانت قرية؟ لا، كانت مدينة، مركز. لما حضرتك اتولدت كانت مركز. كانت مركز، وكانت اكيد فيها الخضره والجمال طبعا. وده ما اثرش على حنجره حضرتك يعني حافظ ايوه، فرعين النيل. لما النيل تفرع الى فرعين، تفرع في القناطر فرع رشيد وفرع دمياط في المنطقه بتاعت المنطقه، وكان القناطر يعني على مدى كلها حدائق يعني جميله جدا، وكانت هي الرئه يمكن او المتنفس الوحيد للقاهره. الناس كانت بتروح تتفسح فيها يعني. طب اخبار الرئه بتاع القاهره ايه دلوقتي؟ مليانه نكتين مليانه، ولو ان في محاولات يعني الحديقه الدوليه، يعني في محاولات بتتعمل يعني، والحديقه اللي في شارع احمد لطفي السيد يعني في محاولات. يا رب تجيب نتيجه بس. يا رب تجيب نتيجه ويا رب يكتر. يعني احنا عايزين يا رب تكتر هذه الرئات المهمه جدا يعني. طيب ترتيب حضرتك بين الاخوه؟ ترتيبي الثالث. يعني في بنتين قبليه وانا وبعدين بقى سلسله بقى. كام؟ احنا 8 يعني، ولدين و6 بنات. يعني في 5 بعد حضرتك؟ في 5 بعدين. انت عارف الناس زمان كانوا بيخلفوا كتير. ده جميل، ده كويس. كان الحياه سهله وجميله وحضرتك بقى الابن البكري الذكر. ايوه اكيد بقى يعني دي بيبقى لها خصوصيه خاصه. والله خصوصيتها احنا تربينا يعني بالتقاليد القديمه. يعني الاخ الاكبر لما يخش البيت الدنيا كأن الاب داخل، يعني التقاليد والاعراف الجميله اللي فيها كل الاحترام ما بين الاخوه. راحت فين؟ احنا بنقول يا رب ترجع. راحت فين؟ يا رب ترجع. يعني حضرتك شايف ان هي راحت بلا رجعه ولا قد تعود؟ والله لسه في لها جذور موجوده. يعني انا بشوف علاقات جذورها هتنبت يعني هتنبت. لان انا بشوف علاقات اسريه فيها التقاليد القديمه دي وفيها الاحترامات اللي بين الاخوه. لان ان لم يعد الاحترام بين الاخوه فعلى الدنيا السلام. يا رب ترجع. يا رب. طيب نرجع للوالد. كان بيعمل ايه؟ كان موظف في قطاع. احنا في قطاع الري. في الري. طيب على كده ده تفكير ان كنت في القناطر بقى. ايوه بالظبط. طب الجذور اصلا منين؟ برضه من القناطر. يعني قليوبيه. احنا لنا جذور في القليوبيه والمنوفيه كلها بتحمل اسم سلطان؟ عائله سلطان. عائله سلطان. طيب نرجع لأوائل ما انت سمعت وانت في الطفولة دعاء يا رب. حدث في العيلة، حدث حواليك،
سنه كام و40 مثلا 45 46 يمكن وانت فاكر كنت بتسمع ليك بيلهسوا بيا رب. حضرتك بتلمس يعني جزء من مهم جدا من مشاعرنا تجاه اهلينا. يعني يمكن انا سمعت ده اول مره من امي ووالدي، يعني كلمه يا رب، فتأصلت عندي. يعني لا، انا سمعتها من امي لما كانت تدعي، من ابويا لما كان بيدعي. طب فاكر كانوا ايه اللي بيدعوا بيه، او في حدث معين او موقف معين؟ الاحداث بتبقى منحصره هنا، وانا قلت لحضرتك الحياه كانت سهله وجميله. حد عيان، حد جات له الحصبه، حد مش يعني كان كلها خاصه بالاسره يعني. طب شكل البيت اللي حضرتك اتولدت فيه، انا متخيل، انا ما اعرفش بس انا اكيد هيبقى له خصوصيه. والدك شغال في الري وانتوا في القناطر، اكيد له ملامح خاصه يعني محرومين منها اجيال اليومين دول. والله يعني احنا يعني بيتنا كان بيت عادي جدا زي بيوت الطبقه المتوسطه يعني. يمكن كنا مجملينه بشويه شجر كده قدام البيت فقط لا غير يعني. كنت بتلعب فين بقى حضرتك؟ كنا بنلعب في الحدائق الكبيره. يعني كنا بنتقابل انا واصحابي من كل، حتى من المدينه وبعض القرى اللي حوالينا، لان كان زمان مش زي دلوقتي المدارس كترت. كان زمان العدد قليل، فكان مثلا مدرسه القناطر الاعداديه فيها كل الطلبه في القرى اللي حوالينا. دلوقتي مثلا اي مدرسه اعداديه هتلاقي كل قريه فيها مدرسه اعداديه وفيها مدارس ابتدائي وفيها ثانوي كمان. لكن احنا كان في خصوصيه ان عدد قليل، فكان مدرسه القناطر الثانويه او مدرسه القناطر الاعداديه بتجمع، عامله منتخب من القرى اللي حواليها، من القرى. فكنا بنلتقي في الجناين والحدائق يعني. وكنا بنلعب بقى كتير راكت، بنلعب كرة قدم. يعني كنا بنقضي أيام جميلة الحقيقة. يعني كانت متنفس جميل جدا على مدى الأسبوع، مش زي الناس بتيجي من بره يوم الجمعة ويوم الأحد. احنا لا، احنا كل يوم. جميل، محظوظين. المدرسة الابتدائية، كنت في أي مدرسة ابتدائية؟ مدرسة القناطر الابتدائية. موجودة حتى الآن؟ ما اعتقد، لا اتهدت. اتهدت واتبنى مدرسه. طب حضرتك ليك جذور الان في القناطر؟ ليك بيت هناك؟ لنا طبعا. بتروح دوريا؟ برضه. اخر مره من ايام يعني. من ايام يعني كنت رايح اعزي. يعني انا بقوم بواجباتي تجاه المدينه يعني مش مني قاعد هنا فناسي القناطر، لا. يعني في مناسبات، حد بيتجوز، حد عزا معين، بزور مريض كده يعني. جميل. نرجع للمدرسة الابتدائية تاني. حضرتك تذكر موقف معين من خلال حدث معين مع مدرس ظلمك او اكرمك، قلت يا رب يعني انقذني من الورطة دي، او يا رب ديم عليا النعمة دي؟ والله ده حصل لي يمكن ايام ما كان، انا مش فاكر بالظبط، لكن ايام كنا عملنا اضرابات. كان في اضرابات كثيره في سنه 53 و4، يعني الفتره كده. كان 53 كان عمر حضرتك 13 سنه تقريبا. ويمكن و52 كمان قبل الثوره كان في. يعني احنا عملنا اضرابات قبل الثوره وبعد الثوره. ده عشان الانجليز ولا كانت عشان؟ كان عشان الانجليز والجلاء. وحضرتك كنت ادينا سلاح ثورجي من الطفوله كده؟ لا يعني مش بالشكل النشيطين حاليا، لا. احنا مدرسه لها موقف ولها اراء ولها بتعبر عنها يعني. طب ايه اللي بتذكره انت؟ ليه ربطت بينها وبين يا رب يعني؟ لان يعني كنا بنقول يا رب نجينا يعني عم نضربوا خايفين؟ طبعا. طيب بالنسبه لا وكان بعد الضربات انا فاكر ان احنا اترفد عدد كبير مننا
من المدرسه يعني، وبعدين رجعونا يعني. كنت انت من اللي اترفدوا؟ كنت من اللي اترفد. طب والدك لما رحت بقى وعرف ان انت اترفدت اعتبر انك انت وطني وشجعك يعني؟ طبعا. طيب جميل. في سن الابتدائي او قبل شويه ابتدائي الواحد يبقى طفل واحيانا كتير يمرض. تذكر مره مثلا مرضت ووالدتك بقى بتحوطك بعنايه خاصه وبتعمل يعني سلوكيات ومراسم بقى يعني محمود عيان بقى، لا يعني طوارئ في البيت وبتقول يا رب؟ يمكن في فتره ما يعني اعتقد حكايه الحصبه دي كانت مشهوره جدا، ان الاطفال بيجي لهم حصبه، فكان في رعايه خاصه تبقى مزعجه. كان وخدتها وخلصت يعني كويس ان انا خدتها، لان اي حد يتعرض تيجي له الحصبه وهو صغير وهو كبير ما بيجيلوش تاني بقى. بيبقى عدى منها، بس ربنا يحفظه لانه فكان فيها دعوات كثيره يعني يا رب. ده كان عمرك كام ساعتها؟ كنت صغير قوي مش كبير، لان هي جت بعد الفطام وفاكرها. يعني لا فاكرها، انا كان فتره عايه يعني، يمكن الفطام فاكره اكتر منها، لان فاكر الفطام. كنت بحب الحاجات الحلوه، فكانوا يجيبوا لي حاجات حلوه كتير. وده برضه باين انه زمان كان الفطام يبقى متاخر. كان يعني لا ما كانش متاخر قوي يمكن، بدليل انك فاكر. يعني كان سنتين 3 حاجه. طيب ما سنتين 3 ده يعني شبعت حنان ورعايه يعني. بالظبط كده. طيب نكمل تاني في الابتدائي. هل كنت مميز في الدراسه ويعني اخذت جايزه معينه، مدح معين؟ لا ما كانش على ايامي قوي الجوائز والحاجات دي يعني. طيب هل كنت في الطابور الصباح بقى؟ كنت في طابور الصباح. بتعمل جهد خاص؟ الاذاعه المدرسيه، فكنت مشارك فيها يعني. طابور الصباح كان لنا يعني كان كل فرقه عليها قائد لها يعني. الصوت كان لك يعني اولويه خاصه؟ كان ليا في الاذاعه. ما تذكرش حاجه من اللي كنت قلتها؟ انشوده معينه، كلمه معينه؟ لا هي الاناشيد المتعارف عليها باسلام يا مصر، حاجات كده انا يمكن مش فاكر قوي، لكن كان اناشيد، كان في نشيد نقوله الصبح وبتاع قبل ما نخش كان المدرسه كلها تقف. ما كانش مش يخشوا على الفصول زي اليومين دول كده. دلوقتي ما فيش حوش. ده جرس. ده جرس يضرب. الفناء يتملي طلبه وكل فريق واقف لوحده، ونتحرك بنظام يعني. الفرقه دي الاول، بعدها الفرقه دي، بعدها الفرقه دي يعني. لا كان في نظام يعني. طيب ننتقل للاعداديه. اكيد كانت مجاوره للابتدائيه. كانت مجاوره. كان في تنسيق ولا كانت العمليه تلقائيه؟ لا ما كانش في تنسيق. ابتدائيه كانت كام سنه؟ انا خدت ابتدائيه 4 سنين. كانت 4 سنين وخدت ابتدائيه. لما طلعنا اولى اعدادي، غيروا النظام الى اعدادي، فخدنا اولى وثانيه وثالثه اعدادي ودخلنا الثانوي. يعني انت من اوائل اللي حصلوا اعدادي؟ اللي حصلوا قبلها ما كانش موجود. خدنا الابتدائيه يعني، انا دفعتي او اللي كان في سني خدنا الابتدائيه وخدنا الاعداديه وخدنا الثانوي. جميل. تذكر احداث في مرحله الاعدادي سمعت فيها يا رب او اتقال فيها يا رب او انت قلت فيها يا رب؟ لا كنا بنقول يا رب طبعا، لان كان في زمان يعني، اعتقد مش عارف موجود حاليا ولا، دوري المناطق ودوري الجمهوريه. فكان كل مدرسه لها فرقها، فكنا يعني عندنا فرقه باسكت، منافسه حد يعني. منافسه على مستوى. وحضرتك كنت بتلعب ايه بقى؟ ولا كنت مشجع بقى فقط؟ لا لعبت كرة قدم. مهاجم ولا مدافع؟ مهاجم. كنت بتجيب الجوال كويس؟ يعني. طب هل تذكر كان مرة في إصابة؟ لا ما حصلش. يعني أنت ما أنا ما مارستش فترة طويلة. كويس. لأن برضو كان لسه الرياضة، الأهل مش عايزينك تمارس رياضة، وعايزينك تذاكر وتاخد بالك من دروسك. ما يعرفوش ان الرياضه دلوقتي اهم من الدروس.
طيب نخش على الثانوي. هل كان الثانوي ايامكم اكيد مختلط؟ لا ما كانش مختلط. كانت مش مختلط. انا اتربيت في مدارس مش مختلطه. محافظه. مدارس محافظه. طب انت حضرتك مع المدارس المختلطه ولا المحافظه احسن؟ والله يعني المختلطه افضل عشان يتعودوا على بعض بقى ليه؟ ما انت كده متهيألي حفظت احسن. يعني الدنيا اتقدمت، يعني احنا كنا في زمن غير الزمن يعني. طب الجامعه بقى؟ الجامعه كان في اختلاط طبعا. كان في تنسيق؟ كان في تنسيق. كان في تنسيق يعني. اختيار الكليه كان برغبتك ولا بضغط من الوالد ولا؟ لا كان برغبتي يعني. حضرتك اخترت كليه ايه؟ كليه الاداب. قسم التاريخ. اشمعنى تاريخ؟ يعني كنت بحب التاريخ الحقيقه، يعني علاقتي بالتاريخ جميله، يعني احب اقرا في التاريخ، احب يعني، فقلت يعني انسب حاجه ان انا اخش قسم تاريخ يعني. طيب نعود للاسره مره ثانيه. بالنسبه للوالد، هل تذكر في مره اصابته وعكه صحيه او مرض والاسره كلها بتقول يا رب، وانت حسب سنك قلت يا رب، وكان لك دور وواجب خاص بحكم ان انت يعني كبير العيله؟ لا طبعا حصل. طيب ذكرنا. يمكن ما اتذكرش قوي يعني الفتره اللي الواحد كان صغير فيها يعني، لان كان حتى الامراض في الفتره ايام ما كنا صغيرين كانت امراض خفيفه، مش بالحاجات اللي بنسمع عنها اليوم دول. البعض يقول لك لا ده انتوا كانت الامراض مش خفيفه وما كنتوش انتوا فاهمين. لا ازاي؟ لا طبعا لا، حصل التلوث والمواد المسرطنه وحاجات كتير بهدلت الدنيا جديده ما كانتش موجوده. والاجهزه والالكترونات اللي احنا في وسطها ده لها تاثير، كل ده بيطلع موجات بتؤذي. طبعا. طيب الوالد توفى وحضرتك عمرك كام سنه؟ لا كنت كبير. كام؟ كنت كبير، كان عندي تقريبا 45. طب تذكر يعني مرض الوفاة للوالد ودعائك أو دعاء الأسرة كلكم بتقولوا يا رب؟ الفترة الأخرانية لمرض الوالد كان في السعودية الحقيقة. ما احنا اللي قاعد في مصر كان بيعمل ولا كان في عمرة أو في؟ لا كان في عمرة وكان بيزور. كان ليا أخت في السعودية كان بيزورها يعني. وتوفى هناك؟ وتوفى هناك بس دفن هنا؟ دفن هنا طبعا. طيب وفاة الأب بعيدا عن أعين الأبناء بتبقى لها تجربة خاصة أو؟ طبعا بتبقى مؤثرة أكتر. طيب. يعني اللحظة دي بيبقى البني آدم عايز يعني يبقى موجود سند. يعني أنت عارف إحنا فلاحين يعني، فالمسائل دي فيها تركيز من البشر ان احنا يعني لازم نبقى موجودين. يعني لحظات الحزن ولحظات المأساة لازم نبقى مش في حتة تانية يعني مش حكاية ان مثلا هكلمه قبل ما يموت بدقيقة زي ما بيطلعوا في السينما. الواحد يلم الاولاد حوالين السرير ويديهم النصايح ويروح ميت. لا لكن الوجود المحسوس يعني. طيب بالنسبه للوالده؟ ماتت قريب، كنت انا كبير بقى يعني، كنت انا كبرت شويه بقى يعني عن 40 ولا 45. طيب برضو تذكر يعني الوفاة او المرض اللي ما كانش مريضة؟ ما كانش مريضة. كنت حضرتك موجود قريب ولا كنت برضو بعيد؟ لا كنت قريب بس ما كنتش في البيت ساعتها يعني. يعني برضو حضرت بعد الوفاة؟ يعني حضرت على طول بعد. طب انت لما بتذكر الوالد او الوالدة بتدعي بتقول يا رب ايه؟ يا رب ارحمهما. طبعا لهم ورد ثابت في صلاتك او يعني في انا لولا البرنامج دلوقتي كنت قريت الفاتحه يعني، اول ما اذكر لازم اقرا الفاتحه
يعني لما تكون بتعمل حاجه تقرا الفاتحه. يعني لو جم على بالي اروح اقرا الفاتحه. طيب او اي مناسبه اكون في عزا، في مقابر، في يعني اروح اقرا الفاتحه. تتذكرهم على طول. طبعا. طيب حضرتك نعود للجامعه، حضرتك جوه نشاط الجامعه كان لك نشاط خاص ولا لا؟ كانت لا كان ليا نشاط. في ايه يعني انا كنت جوال. جماعات الجواله. فكان دي بتلقى صدى عندي وكنت حاببها. يعني كنا بنعمل معسكرات في البحر الاحمر، معسكرات في بورسعيد، في اسكندريه، يعني عملنا معسكرات في حتت كتيره. طيب حضرتك اتخرجت سنه كام من الجامعه؟ ويمكن الحاجات دي الجواله 65. يعني لا الحاجات دي عودت الواحد يبقى. انا مش متخيلها دلوقتي لما تيجي تقول لي تعال نعمل مثلا، نروح نعمل معسكر في راس غارب مثلا او الغردقه. اقول ايه معقول؟ كنتوا بتعملوه في الجبل بقى ما فيش؟ لا طبعا واخدين خيم وحاجات كده وبتاع. بس يعني جهد جهد دلوقتي انا ما صدقش ان انا اعملها يعني خلاص. حضرتك قلت انك اتخرجت سنه 65. طيب العمل كان اول عمل فين؟ اول عمل اشتغلت في الاذاعه في البرامج الموجهه، البرامج الاجنبيه الموجهه للخارج. طب احكي لنا لما قدمت بقى للعمل يعني وبتدعي بقى بتقول يا رب. يعني الواحد انا احب لما اتقدم لحاجه ادعي وما اعملش معول كبير عليها عشان ما اصطدمش في اي شيء، ما بتعشمش نفسك عليه. بالظبط كده. يعني حتى لو انا املي وكل املي، لكن ما اعشمش نفسي حتى لو متيقن. انت مش عارف الظروف. ممكن تبقى في ظروف اكبر منك. خلاص يعني ما تقعدش تهري وتنكت وتضايق نفسك. طول الامل يعني زي ما بيقولوا. يعني طيب قدمت انت حضرتك، احكي لنا بقى ازاي اشتغلت في الاذاعه. احنا كان بالذات دفعه 65 ما كانش في امتحان. يعني وزعونا توزيع على وزارات، كان لسه القوى العامله موجوده. كان التزام الدوله بتشغيل الخريجين. فالناس تروح وزاره الاعلام، ناس تروح وزاره الصحه، ناس تروح وزاره الاشغال، على حسب احتياجات الوزارات والحاجات دي. فاحنا رحنا وزاره الاعلام. أنا فاكر يعني حتى من أول ما دخلنا وزارة الإعلام دخلونا معهد الإرشاد. كان فيه حاجة اسمها معهد الإرشاد القومي 3 أشهر، عبارة عن محاضرات في السياسة وفي الاقتصاد وكده. ده كان خاص ببتوع الإعلام بس ولا بتوع الإعلام بس؟ بتوع الإعلام بس. وكان معهد ممتاز جدا. يعني خدنا محاضرات فيه كتير على يد أساتذة وخبراء. خرجنا من معهد الإرشاد ده لما توزعنا بعديه رحنا معاهد اللي راحوا معهد التلفزيون، راحوا معهد الإذاعة. احنا كان عندنا معهد الإذاعة فقعدنا فيه فترة برضو. أنا أعتقد كانت شهر يمكن ولا شهر وشوية. يعني بديك دورتين متتاليتين. دورة الإرشاد القومي دي دورة عامة للإعلام، بتدرس فيها سياسة واقتصاد لكن في المعاهد بقى علوم التخصص. تخصص. وبعد كده فضلنا في الإذاعة بقى. أنا فضلت أشتغل في الإذاعة من التاريخ ده لحد 74. كان الإذاعة لوحدها. 9 سنوات. 74 دخلت التلفزيون بقى. الحقيقة أنا كنت حابب الإذاعة جدا. يعني لو أقول لحضرتك يعني حتى انتقالي للتلفزيون كان يعني بقوة الناس. يعني يقولوا لي يا أخي قدم، أنت مش عايز تقدم ليه في التلفزيون؟ بس اشتغل في التلفزيون. فلقيت التلفزيون عمل اختبارات، فقدم جزء كبير من المذيعين الإذاعة. فنجحنا، اشتغلنا في التلفزيون زائد الإذاعة. مع الإذاعة. مع الإذاعة. طب حضرتك قلت إن حضرتك اشتغلت في الإذاعات الموجهة. الإذاعات الموجهة دي عشان بس المشاهد يبقى فاهم يعني إيه؟ الإذاعات الموجهة اللي هي باللغات الأفريقية والآسيوية زائد الإنجليزي والفرنساوي والألماني
اللغات الاوروبيه. كان عدد ضخم من الاذاعات في المحكمه طبعا حوالي 42 لغه، ما اقدرش يمكن اذكر منهم كتير. طب حضرتك اشتغلت في ايه؟ انا اشتغلت في اللغه في اللغه السواحليه. اللغه السواحليه اللي بيتحدث بيها شرق ووسط وجنوب افريقيا. طب حضرتك اتعلمت اللغه؟ لا، كان عندنا مذيعين. ولا انت بتحضر؟ لا احنا كنا بنترجم لهم. في ناس منهم بيعرفوا عربي، في ناس اللي ما بيعرفش عربي بنترجم، نديله النص او الحاجات بالانجليزي. يعني كان المقدمين بيبقوا مواطنين من البلاد. مواطنين من البلاد، ايوه بالظبط. وانتوا بتحرروا لهم الماده الاعلاميه؟ يا اما كنا يا اما كنا بنجيبهم من بلادهم يشتغلوا، يا اما بنستعين بمدينه البعوث الاسلاميه. كان مدينه البعوث الاسلاميه فيها كثيرين، كل يعني الجنسيات، فيها كل الجنسيات. فكانت الحقيقه بيشتغلوا معانا وبيفضلوا شغالين معانا على طول يعني. طيب حضرتك مر عليكم بقى 67 ومر عليكم الحرب الاستنزاف واحداث سياسيه كثيره، والاذاعه بتبقى دايما بيبقى فيها طوارئ لما يكون في طوارئ. تذكر حضرتك بعض هذه المواقف؟ طبعا، يعني 67 بالذات، لان انا عشت وانا دخلت الاذاعه 65 في اواخر 65. فحرب 67 عشناها حتى قبل الحرب، حتى يعني قبل الحرب لما بقى في كده جو، عملوا لنا نظام في الاذاعه ان احنا نبات كل واحد يوم مسؤول مسميه مسؤول الاذاعه العام. يعني جزء منا على مدار ال 24 ساعه. يعني انا باجي الفتره دي، زميلي بيجي عشان لو حصل حاجه نبقى جاهزين يعني. طب ما شاء الله انتوا في الاعلام كنتوا جاهزين، اذا كان الجيش ما كانوش جاهزين. احنا في الاعلام دايما جاهزين. يعني اقصد انت بتقول انه كانت الاجواء بتنبئ عن ان في حاجه محتمله. بالظبط. مع ان احنا في القراءات عن التاريخيه عن هذا الامر، وحضرتك متخصص في التاريخ، بتقول انه كانه الجيش او بعض قياداته كانها كانت لا، وبعدين مش متوقعه، وبعدها ده ايام وتحرك فعلا الجيش. يعني لما قفلنا خليج العقبه وعقبه قطع رقبه وتحرك الجيش وخد مواقع. بس للاسف يعني مش عايزين نخش في تفاصيل السياسه يعني. فاحنا كنا موجودين في الاذاعه. انا كنت موجود بقى في البرامج الموجهه لسه، ما رحت الصوت العرب. انا رحت الصوت العرب سنه 70. فكنا في الموجه. احنا في الموجه كان عندنا عربي لامريكا الجنوبيه او الشماليه، يعني اذاعه باللغه العربيه. اوروبا لها اذاعه باللغه العربيه، ما كانش في اياميها فضائيات والفضائيات. فكان كل الاعتماد على الاذاعات الموجهه. في عربي لاسيا، في عربي لافريقيا. فكان الخدمات العربيه دي كنا احنا اللي بنشتغل فيها. فطبعا عاصرنا الحرب 67 بما حصل فيها. بس انا مش عايز ادافع عن الاعلام فيها. الاعلام هو يعني هقول ايه يعني، احنا بيجيلنا بيانات من القياده العامه ما نعرفش اساسها، يعني بنزحها. اصل احنا اتظلمنا في 67 يعني. والاستاذ الفاضل استاذنا احمد سعيد، لكن هو ملوش دعوه بالخبر وتحريره. كان بيجي له من القياده. الخبر بيجي لنا بيان رقم كذا، حصل كذا كذا كذا، انت مش هتتحقق ورا. طب انت حضرتك البيانات دي بتجيلك وانت في الاذاعه الموجهه السواحليه ونفس البيانات نفس البيانات المغلوطه دي؟ نفس البيانات. انت في 73 الحقيقه كان الوضع مختلف تماما يعني. طيب حضرتك اتنقلت بقى لصوت كنت في صوت العرب في العرب سنه 70. قصه انتقالك لصوت العرب. لو قلت لحضرتك ان انا كنت بحب البرامج الموجهه يمكن ما تصدقنيش، لان كنت بحس ان انا في رساله بأديها يعني. هو ما حدش هيصدقك غالبا. يقول لك انت بتشتغل في الظل
بس يعني بالظبط ورا كده. الشمس محدش الضغط سمع. برضه، الضغط اللي قالوا لي هتنهي حياتك في الموجه، بتشتغل في الظل ولا حد هيعرف ولا فضلوا. رحت قلت اتنقل بقى الخدمات المحليه، فرحت صوت العرب. عملت طلب ولا كانت بتتم ازاي بقى؟ والله لا، هو حصل اختبارات برضه. كان في زي مسابقه كان في وقدمت؟ كان في اختبارات وامتحانات وبتاع، واحنا يعني جزء منا نجح فيها فاشتغل كان معاك حد تاني من كان معايا ناس من برامج الجو وناس من بره خالص معروفين كمان. لينا يعني اقصد؟ كان في بس زميل عبد الوهاب محمود بس في المانيا بقى له فتره طويله، زميل محمد سناء، يعني كان جزء كبير اشتغل. طيب حضرتك بقى لما رحت صوت العرب يعني كان طبيعه عملك ايه؟ كان طبيعي مذيع نشره. في النشره؟ يعني انا اتحركت يعني امتى بدأ يتعامل مع صوت الاستاذ محمود سلطانه لانه صوت مميز ينفع في برامج او يعني خاصه انت في الموجهه يمكن كانت القضيه قضيه انك انت بتقدم اعلام قد ما اكتر ما بتقدم بصوتك. بالظبط. كنت في الخدمه العربي كنا بنقرا نشرات بالعربي، زائد ان احنا بنشرف على اللغات او كل واحد بيشرف على برنامج معين، يعني السواحيلي، الزولو، دي كلها لهجات في الحديث. بالنسبه لصوت العرب رحت قارئ نشرة اخبار بدايه. بعد فتره قليله طبعا، لان صوت العرب من الخدمات المتميزه ان اللي هو بيعمل برامج كتير وحتى الناس اللي فيه هم اللي بيعدوا البرامج. وقطاع الجمهور بتاعها يعني جمهور مميز. في الفترة انت بتخاطب الجمهور العربي كله. بالظبط كده بالظبط. فعملت عندهم يعني في صوت العرب كان في برنامج صباحي اسمه الحياة والحب والأمل، اشتغلت فيه. اللقاء المفتوح كان بيذاع يوميا ظهرا، خدت يوم أنا وأحدى الزميلات. يعني اشتغلت برامج زائد البرامج السياسية، ما حدش كان بيعمل البرامج السياسية إلا احنا بقى. مذيعين نشرة الأخبار هم اللي بيقوموا بعمل أو تقديم. طب حضرتك مجيء حضرتك من الإذاعات الموجهة خلاك أظن متحضر ثقافيا وسياسيا أكتر يعني لأن أنت كنت قاعد متفرغ لعملية الكتابة والتحليل وعمل تقارير فده عمل تميز. بالظبط، عمل تميز. وحتى في النقل من صوت العرب للتلفزيون، يعني الإذاعة الحقيقة بتثقل القدرات، فأفادتنا كثيرا جدا جدا واحنا رايحين التلفزيون. طب تذكر يعني تتر من في صوت العرب او افتتاحية معينة تقولها لنا كده من اللي كنت متعود تقولها في النشرة او في البرامج؟ لا مش هتذكر، يعني انا كنت بعمل مثلا افتتاحات كتير للدراما للمسلسلات، مش بس فاكر مش حاجة؟ فاكر. لا مش فاكر، مش هقدر اتذكر خالص يعني. طيب اللي هي صوت العرب من القاهرة، حاجات كده. لا طيب مش فاكر حاجات في الشغل بيبقى فيه صراعات خاصة في الحقل الإعلامي، والبعض انت يعني واضح ان حضرتك ما كنت يعني مش بتجري ورا الضوء، ممكن الضوء جري وراك يعني بفضل الله. انما في زملاء كتار بيبقى الموضوع ده يعني شاغلهم ويبقى بحرب ضروس. حضرتك خدت كتاف بقى وقلت يا رب. هو في البداية في البداية يعني كان المسائل ماشية بانتظام شديد جدا، يعني يبقى معروف، يعني هو احنا في الإذاعة معروف مين التسلسل اللي هيمسك المنصب ده، لأن كل حاجة واضحة جدا وبالآدمية المطلقة، ومفيش لخبطة ولا ناس تحاول تجيلك من شمالك ولا من يمينك، لا، كل حاجة. بعد القانون 5 اللي هو فيه الاختيار ابتدى الكلام اللي حضرتك بتقولها. كان سنة كام؟ لا مش فاكر السنة بالظبط. لكن القانون بيتيح انك تختار بالطريقة بالاختيار. هنا الناس بقى جالها سعار. هنا بقى الاكتاف تشتغل لكن الأول التنافس على العمل الفني،
يعني قبل الدرجات. تميز في الاداء. قبل الدرجات والكلام الفاضي ده انا بعتبرها كلام فاضي. يعني المذيع هو اداء وابداع وابتكار، ومش درجه. يعني مش درجة. ما تشغلنيش بالمساله دي. فكان زمان على ايام المنافسه منافسه فنيه، فده اللي بيوصل للاحسن. لما نتنافس فنيا اكيد هنتقدم خطوه. لكن المنافسه دلوقتي بقى ايه؟ وظيفيه. انا عايز اخد مدير عام قبل حضرتك، عايز اجيب حد يزقني عشان اخد وكيل وزاره قبل 5 6 كانوا احق مني. طب حضرتك قابلك موقف من ده وحسيت انك انت ظلمت نتيجه انه طرف اخر كان يعني ألعبان او بيستعين بوسائل غير؟ أنا ما اتكلمتش في المسألة دي الحقيقة خالص يعني، لكن هختصرها في كلمة: حدث. مش هشرح طيب ازاي. كعادتنا دايما بنقول انه يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هل في الاخر يعني بعد مدة من الزمن والخبرة اللي حدث ده بترى انه كان شر، ولا بالحكمة بقى بتكتشف انه كان قضاء الله وقدره ويمكن ده كان خير ليك وربنا عوضك من باب اخر؟ انا بالظبط بعمل كده. يعني بتجه يعني بحس بعمار شديد جدا وما بيني وما بين ربنا. يعني حتى لو سبت حاجة ابص كده الاقي يعني كرمني بحاجة تانية. طب الحدث ده كان في الإذاعات الموجهة ولا في صوت العرب؟ لا ده كان في آخر المسيرة. في آخر المسيرة. طيب خلينا نرجع شوية في المسيرة ورا شوية. أكيد في الزواج الواحد بيقول يا رب طبعا بضمير شويتين. حضرتك اتزوجت سنة كام؟ سنة 89. 89. 88 89. حضرتك اتأخرت في الزواج؟ اتأخرت في الزواج. تأخر كتير. طب لماذا؟ مش عارف. يعني كان أنا اشتغلت كتير قوي، وكنت بقضي شغل يعني طول النهار ما بين الإذاعة وما بين التلفزيون. مع الشغل مع البرامج مع إن أنتوا في الإذاعة في أخوات كتار يعني والتلفزيون يعني اكيد كانوا بيعكسوك. حضرتك حليوه وما شاء الله يعني صحه وجمال. الله. يعني ما كانتش بتقابلك ضغوط انه يعني حد بيطاردك او حد حتى كان زمان في جيلكم اي واحد يقول لك تعالى اجوزك بنت اخويا، تعالى اجوزك اخت مراتي، يعني كان لا انت كنت الموضوع شايله من دماغك او بتقاوم؟ تقريبا يعني شغال وماشي طب احكي لنا بقى ازاي يعني استسلمت، لانه انت كنت وصلت 49 سنه. 48 سنه يعني مين بقى 47 ازاي بقى استسلمت ورفعت الرايه البيضاء؟ يعني احيانا لما تلاقي يعني حد زوجة عظيمه ما بتقدرش يعني في يعني الطرف الاخر هو اللي خلاه غيرت رايك. في مسائل بتفرض نفسها وبتفرض وجودها او بتفرض يعني لا طب احكي لنا، ما احنا عاوزين ندور على يا رب في قصه الزواج بتفاصيلها. يعني يا رب يعني تبقى كده كما هي إن شاء الله. جميله يعني انت لما اول ما انت فكرت انك تتزوجها كلمتها هي ولا ايه اللي حدث؟ كانت زميله عمل حد رشحها لك؟ كان زميله عمل. زميله عمل. حضرتك اللي قلت لها او قلت لها مباشره؟ اتفق احنا قبل ما طبعا. طب انت اول ما انت تفتح الموضوع اول مره هل قلت يا رب بقى، ولا انت كنت خلاص حسيت انه في اقتناع قبل ما تفتح الموضوع؟ لازم تقول يا رب. لازم تقول يا رب. وكلمه يا رب اصلا كلمه جميله جدا، يعني كلمه يعني زي الحمد يعني لازم الواحد يقول يا رب في كل حاجه. المشكله الان احنا في عصر الناس بتقول يا رب، حتى ممكن بتقولها كتير بس بتفرغها من معناها الحقيقي. لانه زي ما انت بتتكلم الان الانسان بتلاقيه في اي عمل بيعمله بيعتمد على الاسباب الدنيويه قوي،
وبيعتمد على عقله وقدراته وعلاقاته وبقى الجانب ده حتى ولو قيل بيبقى احيانا خافت مش بحقيقته، او احيانا ما بيتقالش، وكل واحد وشطارته بقى. مش مشاعر صادقه يعني، مش زي زمان يعني التوكل على الله والاستعانه بالله بنفس الاعتماد. طيب لا احنا يعني انا بحبها الحقيقه، يعني بحب الحمد والحاجات دي مهمه جدا. طيب انت قلت يا رب وكلمتها وخلصنا الجوله الاولى ورحبت. طب بقى الانتقال بقى للاهل عاوزه يا رب بقى يا رب حضرتك ساعتها بقى في العمل في مرحله؟ في التلفزيون. كنت في التلفزيون، تلفزيون واذاعه. وهي كانت معاك في التلفزيون ولا في الاذاعه؟ كانت في الاذاعه والتلفزيون معاك. فكنت عايز اقول ان الاذاعه والتلفزيون معايا استمروا الفتره، حتى الاذاعه استمرت معايا لفتره طويله. يعني انا قفلت على الاذاعه سنه 89 90 يعني بعد الجواز بشويه. يعني لقيت بقى يعني واضح ان انت كنت متزوج الاذاعه. عزفت عن الزواج. لقيت كتير بقى يعني مده طويله. الاذاعه انت تقريبا 24 سنه كانوا واخدين وقت كتير مني. يعني الاذاعه والتلفزيون، فقلت لا كفايه التلفزيون ونتوقف على الاذاعه. ولو ان يعني حب الاذاعه شديد جدا، بدليل ان انا لحد دلوقتي يعني عندنا اخبار الاذاعه بدي هاند فيها يعني، ده حبا يعني في الميكروفون يعني. ربنا يطول عمرك. طب زوجة حضرتك بتعمل مقدمه ولا معده ولا ايه؟ مذيعه. معروفه؟ لينا؟ لا هي معروفه لان هي مذيعه انجليزي، فاللي بيهتم الاذاعات الموجهه. نشر انجليزي. لا مش الموجهه، نشر التلفزيون بالانجليزي. اللي بيتفرج على النشر الانجليزي يعرفها. وايضا قدمت في الفضائيه بعض البرامج النسائيه زي هي، زي ليكي، سيدتي كده. انت مش عاوز تعمل لها دعايه وتقول اسمها؟ لا لا يعني الاسم توفيق، يعني مذيعه شاطره كمان على فكره. انت ما قلتش الاسم حضرتك برضو ولا؟ مها توفيق. مها توفيق. طيب مذيعه شاطره ومثقفه يعني مش طيب نكمل بقى. لما حضرتك رحت عندهم البيت ولا ايه اللي حدث؟ كلمت مين؟ لا كلمت باباه. كلمت الوالد. صليت ركعتين قبلها طبعا وايه؟ طبعا، وبقدم رجل واخر رجل وبدعي وبعمل كل كل الحاجات اللازمه يعني. طيب في اجراءات الجواز هل كانت في مشكله قابلتك؟ اختلاف في الطباع، طلبات ماديه زايده بقى وقلت يا رب؟ لا خالص. تم الجواز بسهوله؟ لا خاصه انه اكيد كانت خبرتك بقت كبيره وانت سنك ووضعك بحيث انه الامور كلها تبقى ايه؟ محلوله. طيب نكمل مع الاولاد. بالنسبه للاولاد انا يعني هنا موقف بقى انا ما اهتمتش يعني، او ربنا يعني مسائل ما سبتها على كما هي يعني. هي كانت مراتي كانت مخلفه يعني جميل. عندها ابن صانطط كده. طيب كويس، ده من نعمه ربنا يرزقك بحد. ف يعني انا بالنسبه ليه يعني كوالد يعني فما جاتش، مش عارف يعني، ما اقدرش اقول يعني هو ولدك الان. جميل. لا كبر خلاص بقى دلوقتي، ربيته من قد كده دلوقتي. طيب نرجع للنقله للتلفزيون. حضرتك اتنقلت من الاذاعات الموجهه لصوت العرب والضغط عليك روح التلفزيون، اخيرا لبيت الطلب. ده كان سنه 74. طيب ما دمنا 74 هنأخر شويه ونرجع تاني بقى ل 73. 73 حضرتك كنت فين وايه الاحداث وعملت ايه واشتغلت ايه وقلت يا رب ازاي مع الحرب؟ طبعا ده يعني
كلنا كنا بنقول يا رب ساعة الحرب، لأن كان الحرب مسألة بالنسبة لينا حياة أو موت، لأنك في فرق بين إنك تحرر أرضك وفي فرق إنك تحارب حد كده. يعني هنا إيماننا قوي بتحرير الأرض، لأن أنت صاحب قضية، صاحب حق، صاحب أرض. فكلنا بندعي، وكلنا طبعا 67 كانت برضو مسلة في ذهننا، فاحنا عايزين نعمل حاجة مختلفة تماما. حضرتك في صوت العرب، وانت حضرتك خدت بقى علقة 67 كمهنيا واعلاميا. خدتها في الموجه 73 خدت في عشان تتعوض بقى. وكان الحقيقة كانت جميلة، يعني سنة جميلة. احنا كنا متحمسين جدا لدرجة ان احنا جينا في فترة اول الحرب يعني، وفي مراسلين هيروحوا يعني تكالبنا على ان احنا نروح الجبهة، يعني عايزين كلنا نروح نشتغل مراسلين حربيين في الجبهة. انت حضرتك ما كانش عندك جيش؟ لا، ما كانش عندي جيش. ما كانش عندك جيش عشان اكبر اخواتك. او هو طلع لوحدها لما يصيبوا الدور. انا فاكر في سنواتنا كانوا بياخدوا جزء ويسيبوا جزء. فاحنا طلعنا في الجزء، علما بان انا كنت احب الجيش جدا، لانها تجربه قويه جدا. يمكن ده تاثير الشويه بتوع الجواله اللي انت كنت بتتكلم عليه، لانه هي جو نوع من انواع نفس العسكريه بشكل اخر، بس بشكل مدني. طب احنا عاوزين حضرتك تفتكر معانا بعض الاحداث اللي كانت في 73 كاعلامي في منبر مهم، وصوت العرب يعني لها وضعيه خاصه، والاحداث كانت متلاحقه. طبعا احنا احداثنا كنا متوقعين، وانت حضرتك عارف ان كان في اضرابات ومظاهرات بتحصل وسنه الضباب وكل هذه المسائل يعني. فاحنا كنا منتظرين الحدث، يعني كل الشعب المصري منتظر هذا الحدث، لان مش هنسيب ارضنا مهما طال الزمن، سواء السنه دي بعد 5 سنين بعد 10 سنين، لازم كان هنقوم بتحرير الارض. فكلنا كنا مستعدين يعني وجدانيا ومشاعرنا، كلنا مستنيين الحرب. يعني احنا جينا قبل الحرب، احنا كنا اوريدي يعني بنقعد في الاذاعه، نجيب واحد مسؤول يقعد طول الاذاعه، لان كلنا متوقعين اي حاجه يعني. ويوم الحرب الصبح يعني جات لنا تعليمات واحنا ما نعرفش، ما كانش حد يعرف خالص، لكن اكيد في حد يعرف. لكن احنا جات لنا تعليمات ان احنا نفضل في الاذاعه ما نتحركش، يعني تعالوا من الصبح وخليكم ما تتحركوش لا هنا ولا هنا. وفعلا يعني الساعة 2 إلى 5 البيان، أو 2 و5 كان أول بيان بالضربة الجوية. وطبعا زطنا وفرحنا، وكان عندنا حتى تعليمات بالنغمة اللي نتكلم بيها. يعني قالوا لنا نغمة تنزل تبقى واثقة، مش زعيق وحاجات كده. يعني تجربة الأستاذ أحمد سعيد، تجربة 67 استوعبتوها يعني، وعاملين خلاكوا بقى إيه؟ بتنفخوا في الزبادي زي ما بيقولوا. بالظبط كده. يعني ثقة شديدة، لأن الثقة اللي عندك دي بتنقلها للمشاهد أو المستمع. يعني طالما أنا واثق، الثقة دي بتنتقل. ففعلا كان النغمة جميلة جدا وهادية جدا. حتى تذكر أول مشاركة لحضرتك كانت عبارة عن إيه؟ لا مش فاكر. يعني في اليوم نفسه حضرتك؟ في اليوم نفسه لا مش فاكر انا اشتغلت اول يوم ولا تاني يوم يعني، لان احنا اول يوم كان كلنا موجودين. طب فاكر ايه اللي قدمته انت في الاحداث؟ لا كتير. لا كتير بقى، بيانات، كل البيانات العسكريه. كل البيانات العسكريه قريتها انا وزمايلي طبعا. يعني على حسب الشفتات. بالعكس انا كان نفسي وبعض زمايلنا نروح الجبهه، لكن قالوا لنا لا، ما مذيعين الهوا يفضلوا.
المذيعين طب كان في دايما زي ما الواحد بيسمع انه بتتحول بقى المبنى الاذاعه والتلفزيون يعني خليه من النشاط، لانه اللي بيعمل اناشيد واغاني بيروح يعملها، واللي بيعمل حاجات دراميه سريعه، ويعني وبقى كمان بيتحول كمان لسكنه عسكريه، لانه مش مجرد مظبوط يعني كيان اعلامي بقى، يعني تحول لكيان عسكري يعني. بالظبط كده زي ما حضرتك قلت. يعني فعلا الناس الموسيقى والغناء من الاقسام اللي كانت شغاله بشده. بالاضافه احنا موجودين على طول، يعني احنا موجودين على طول، ما بنسيبش الاذاعه. وبعدين يعني احنا عشنا اصل لحظات الهزيمه والانكسار، وكنا عايزين نعيش لحظات الانتصار. كنتوا متشوقين لله. احنا عشنا شرخ كان قوي جدا 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 في 67. فمن فضل ربنا يعني علينا يعني ان احنا انتصرنا في 67 كان عندك حضرتك 27 سنه. 73 كان 33 سنه. يعني سن يعني لا كنا متاثرين تاثر بالغ يعني. فالحمد لله يعني لان كان الاعداد جيد للحرب الحقيقه يعني ما تثبتش ولا اي حاجه ما تعملش حسابها. يعني الستر الترابي، النقاط الحصينه اللي كل يعني كون ان احنا نتغلب على ده، فنتوجه بالشكر والحمد لله. الحمد لله. طيب حضرتك سنه 74 اتقدمت للتلفزيون، الحكايه كانت ايه؟ برضه كان عامل التلفزيون كان عامل اختبار، واحنا كانت اقسام وقطاعات ولا لا كانت عامه؟ لا كان عام، كان في ناس كتير يعني، واحنا من ضمن يعني مش متحدد للقناه الفلانيه ولا القناه الفلانيه؟ لا مش تحديد. بتنجح وبعدين اللجنه بتقيمك تروح فين وتنفع في ايه كده يعني. ساعتها كان في قناتين ولا كان في قناتين؟ 7 و9 لا قناتين، لا كانوا قناتين. قناتين 2 اعتقد 7 و9، ما كانش لسه الثالثه جت. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها حته التوزيع دي، يعني هو على ايامنا كان في توزيع مختلف عن اليوم دول. يعني مذيعين نشرات الاخبار ما يعملوش حاجه لنشرات الاخبار، زائد البرامج السياسيه، زائد الاذاعات الخارجيه السياسيه ايضا. دلوقتي ممكن يقدموا برامج، اللي انا شايف ان المذيع دلوقتي بقى يقدم برامج يمشي الحال يعني. فيمكن لما قامت الحرب في 73 كان في برامج سياسيه كتير بنحاول ان احنا نقنع العالم باهدافنا ونقنع العالم بانتصارنا ايضا كمان، لان الانتصار ده كان مطلوب يعني عشان تتحرك الازمه وتتحرك. فكان الانتصار لازم كان مصر تعمل حاجه، وبالفعل عملت يعني حركت الازمه وكان ممكن نطور الهجوم عن كده يعني. مش عايز اخش في السياسه بقى. طيب طيب المسابقه كانت عباره عن ايه اللي هي كانت في التلفزيون سنه 74؟ عباره شافونا بس يعني وقرينا قدامهم فقط لا غير يعني. كانت اللجنه فاكر فيها مين؟ كان مدام همة مصطفى الله يرحمها ويحسن اليها، لان هي كانت اياميها كانت ماسكه المذيعين وماسكه حاجه تانية كان جنب الاستاذ احمد سعيد امين كان ماسك الاخبار يعني. دول يمكن انا متذكر الاثنين دول. ثالث كان في حد من المخرجين وحد من المصورين يعني، كانت تقريبا كده يعني. طب حضرتك لما وفقت رحت اي قسم او اي قناه؟ الاخبار على طول. الاخبار لان انا جاي من الاخبار يعني. اخبار في القناه يعني صوت العرب كان اخبار وانا جاي من الاخبار. فانتقلت على الاخبار على طول، نشره اخبار. وعملت نشره الاخبار فتره لحد نهايه الخدمه طبعا. لكن بالاضافه لنشره الاخبار عملت برامج سياسيه، اذاعات خارجيه سياسيه، عملت برامج
زي موضوع المناقشة، حوار الأسبوع. اشتركت في تقديم برنامج صباح الخير يا مصر. لكن ما عملتش برامج بعيدا عن يعني مثلا ايه، يعني اقتصاد، سياسة، ثقافة، لكن خلاف كده ما دخلتش بقى في بدأنا نتكلم على جهود حضرتك داخل التلفزيون والبرامج اللي حضرتك قدمتها والأعمال اللي حضرتك يعني قمت بيها، ذكرنا بيها وحدثنا عنها. يمكن أنا اتكلمت عن موضوع المناقشة وحوار الأسبوع. ده برنامج كان بيتعرض للسياسة واقتصاد زائد صباح الخير يا مصر، برنامج صباحي أعتقد بيذاع لحد دلوقتي. حضرتك بدأت معاه أول ما بدأ؟ أول ما بدأ كنا احنا بننفذه. كان برنامج مميز في بدايته، يعني إنه كان هو البرنامج الصباح ما كانش عندنا برامج صباحية الحقيقة. فهو بالإضافة أيضا لبرنامج مهم جدا جدا في حياتي، وهو عالم الحيوان. عالم الحيوان الحقيقة يمكن عمل لي شهرة في فترة من الفترات أكتر من نشرة الأخبار. يعني كنت بقرأ نشرة الأخبار، ويمكن الناس ما تعرفش مين اللي بيقرأ نشرة الأخبار. كنا زمان ما بنقولش أسمائنا ولا تكتب أسمائنا ولا نقولها. فكان عالم الحيوان عمل لي الحقيقة شهرة، لأنه كان بيكتب في التتر بقى معروف يعني. عمل لي شهرة. وكان بيقدم أيامنا زمان واحنا صغيرين في وقت مميز، يوم الجمعة. كان يوم الجمعة. وما زال يوم الجمعة الحقيقة، يعني ما زال الناس مهتمة بيه الحقيقة. طب حضرتك تسمعنا جزء من لازم نسمع حضرتك نستمتع. لا مش متذكر، يعني اقدر ان انا افتكر نص اقوله كده، لان انت صوت حضرتك في الالقاء مختلف عن صوت الحديث الان. يعني مختلف طبعا. فاحنا عايزين نسمع حاجه. طيب لازم نمتع وذن. دكتور عاطف مش هقدر افيدك في الحكايه دي دلوقتي. لا مش حافظ. مش هنسيبك، هسألك في حاجة ونحضر تاني بالنسبة لحضرتك لدورك. دي الأنشطة، دي أحد الأنشطة اللي بقوم بيها حاليا. يمكن عالم الحيوان المستمر بقدمه الآن. أيضا الأنشطة داخل المبنى، تدريب المذيعين، معهد الإذاعة والتلفزيون. عندنا معهد. أنا كنت أسأل حضرتك عن هذا السؤال مرتبط بالنقطة دي. حضرتك لما بتشوف الإعلاميين الآن الشباب الجدد، بتقول يا رب إيه؟ بتتمنى إيه؟ في حاجة مش عاجباك بتتمنى إن هي تتصلح، أو حاجة عاجباك بتتمنى إن هي تتأصل أكتر وتزيد في الشباب الإعلاميين اللي شغالين دلوقتي؟ يعني أنا كلهم تلامذتي وأحبائي، يعني ناس بحبهم، فدايما ببص لهم نظرة إنهم أولادي يعني وزمايلي الصغيرين. فنظرتي إليهم دايما تشجيعية، يعني بحاول دايما أشجعهم ودايما أكبر منهم، لأن دي المسألة إحساس المذيع بأنه كبير، ده شعور مهم جدا. أنا كنت بحسها يعني لما طب أنت بتحسش إن هم مستعجلين؟ يعني الجيل الجديد مستعجل ولا بالعكس؟ لا، ده الجيل الجديد مؤهل نفسه كويس وقاري كويس ومطلع وعنده لغات وعنده قدرات وعنده. والله في شوف يا دكتور عاطف، يعني في الاثنين. يعني عندنا مثلا في قطاع الاخبار مذيعين ومذيعات كويسين جدا جدا، واعدين ومهتمين ومتألقين. طب في الاعلام دايما الواسطه واللي موجود لحيثيات اخرى اكيد قابلك كتير. دي يعني مش هنكر، هي آفة ضروري يعني نستقصلها، يعني ضروري تستأصل يعني. لأن دي يعني بنزعلها الشباب مننا، يعني بتزعل الشباب. يعني أنا بدرس في الجامعات المصرية، وكثير من الطلبة يكلموني، يعني احنا ما بنرضاش نقدم لأن في وسايط وفي. فقلت لهم لا، يعني انت مالكش دعوه بالوسايط، انت لو كويس هتنجح. يعني خليك في، يعني احنا، وبقولها كده بالبلدي، يعني احنا بنتنشي على حد كويس،
فتأكد أي حد كويس لازم هينجح، لازم هيتاخد. الواسطة لا تصلح إلا مع حد مش كويس. فأنت ما تبصش خالص للواسطة، أنت بص لإمكانياتك. أنت لو أنت إمكانياتك هايلة هتنجح هتنجح هتنجح. بس أكيد بيقابلك وبيقابلني مواقف بالفعل يتم إزاحة الجيد بآخر يعني موصى عليه. والله يا دكتور دي تبقى يعني قاسية جدا، يعني أنا ما بقبلهاش. لا بقبلها كده ولا بقبلها عموما. أنا ضد الواسطة، ضد الواسطة. طب يعني مرة وقفت ضد الواسطة وعملت لك مشاكل؟ قلت يا رب عدينا منها. بالظبط كده. كانت إيه؟ بدون أسماء يعني مش عايز أقول أسماء. لا من غير أسماء، ما احنا مش عاوزين أسماء. يعني جيت قدام حد قلت لا. كنت حضرتك بتشغل منصب إيه ساعتها؟ كنت كبير مذيعين. كبير مذيعين. قلت لا، يا أنا يا الآخر. ما قلقتش يعني كنت أنا شايف إن لا تصلح. لا يعني تصلح ولا لا يصلح؟ لا تصلح. لا تصلح. يعني ساعات تشوف ان ما فيش فايده، ما ينفعش. فلازم تاخد مش معنى الرئاسه اللي فوقيه انها تقبل يعني. وما عدتش. طب لو نص نص كانت تعدي؟ احتمال. احتمال. لكن مساله لازم نحاربها في القنوات الخاصه، في القنوات المصرية الحكومية. لازم نحارب الواسطة. أنا بقول لو احنا كلنا غيورين على مهنتنا مش هننجح حد إلا إذا كان يستاهل. بس لغة المصالح ولغة المنفعة وشيلني وشيلك للأسف فرضة نفسها. للأسف يا رب الناس تفهمنا ويعني ويتحملونا. يعني لما نقول لا يتحملوها مننا، لأن ده في النهاية يعني إعلام مصر. فلازم اختيارات تبقى جيدة جدا، لازم الاختيارات تبقى ممتازة جدا. طيب بالمناسبة لو حضرتك يعني قلنا يا رب يعني تكون معاك السلطة أو العصا السحرية لإصلاح أو عمل بصمة مميزة في الإعلام التلفزيوني الرسمي المصري، وأنا أحيانا أقعد أسمع عدد العاملين في القنوات أصدم. يعني ألاقي آلاف، وإحنا ممكن مثلا يبقى قنوات الخاصة شغالة بواحد على يمكن لا هو 100 من هو زي ما حضرتك بتقول، هو العدد عندنا كبير جدا وزياده، عبء تاريخي يعني. ربما القيادات الحاليه مش مسؤوله عنه وهي جت لقته. لكن ما نقدرش ان احنا لقيناه كده فنقول له روح. في التزام ادبي هنا يعني ساعات. بس اذا كان اكتر من النصف ممكن يكونش لا بيعمل. انا بقابلني ناس كتير بيجي يقول لي انا عاوز اشتغل وهو شغال في التلفزيون وما حسش انه شغال في التلفزيون في الحكومه. ايوه، لانه ما بيشتغلش منتظم في الشغل. هو العدد اكبر من اللازم يعني. طيب نعود للسؤال، لو انت معاك حاجه هتصلح او تنصح بشيء عاجل في ايدينا نظبطه. ما ينفعش شيء عاجل، لازم تعمل خطه طويله الامد. ما ينفعش، لان الناس دي بشر، لحم ودم وحياه وراهم وناس وراهم واولاد وراهم وبيوت وراهم. ما ينفعش ان انا في ثانيه كده اقول لا والله انتوا زياده عن حالتي بالسلامه. بيحصل في كل الدنيا يحصل، لكن عندنا انا مش عارف يعني انسانيا. طب انت احيانا تقدر تحلها على فتره. ما تشعرش انه كان يبقى فيه العماله زايده لدرجه ان هي معطله؟ يعني انتوا في قطاع الاخبار او في عدد يعني يعملوا ب5 قنوات اللي موجودين معاك مثلا. لا في التلفزيون عموما يمكن قطاع الاخبار اهون شويه، لان يعني ما عندناش مش مغري كتير. مش مغري. ما عندناش مذيعين كتير. احنا بنقول كل ده من باب يا رب
نكون افضل ناس ومثاليين، واحنا عاوزين اعلامنا الحكومي يبقى احسن من الاعلام الخاص بالظبط كده، ويبقى نموذج لينا نتعلم منه، وهو يقوم بالرساله وهو يقوم بتحقيق اهداف الاعلام. ترجع تاني بقى، ترجع تاني من الاول بقى اختياراتك تبقى مظبوطه، واختياراتك على القد مظبوطه، كل الحاجات دي. يعني انا محتاج ان انا اشغل في الاستوديو ده 3، يبقى هم 3، واحط الرابع احتياطي عشان لو ما شغلش 15. طبعا انت حضرتك هتروح في التلفزيون تقول لهم انا رحت قناه فيها مصور واحد على ال3 كاميرات. ما شغلش 15، لا ما ينفعش. او حد يجي يشغلهم وبعدين تحط لي انا المسؤوليه ان انا ارفدهم، لا ما ينفعش برضه، يعني صعب يعني. فالمفروض زي ما كنا زمان، الحقيقه الاختيارات زمان كانت وستاندر، يعني مستوى معين ما بيقولوش عنه. ولذلك كنت تلاقي المذيعين ومقدمين البرامج تلاقيهم كلهم قريبين جدا من بعض، يعني الفروقات ما بينهم طفيفه، لان ده خضع للاختبارات، نفس الاختبارات اللي خضع لها الاخر. طيب حضرتك يعني اشتغلت في الاعلام الحساس، الاذاعه والتلفزيون، في عصر الرئيس جمال مبارك، عصر الرئيس انور السادات، عصر الرئيس حسني مبارك. يعني الجانب طبعا الاعلام في الاخر هو وجه من اوجه السياسه، والجانب الامني مهم. حضرتك كنت شايف الاستراتيجيه قد ايه الوضع العام بيسمح لك كاعلام انك كنت تنطلق، او بيكتفك، او احيانا حتى بيبقى القرار السياسي مش بيستفيد منك صح، احيانا بيستفيد منك غلط، واحيانا بيستفيد منك صح. شايف المسيره او ال3 مشاهد ازاي؟ يعني انا عايز اقول في المشاهد اللي حضرتك قلتها دي، كل مشهد له ظروفه وله واقعه وله نظامه، يعني لكن في اتفاق عام قسم مشترك ما بين ال3 عصور. ال3 عصور متمثل فيه متمثل في الاهتمام بالاعلام. يعني اهتمام من السابق بالاعلام. يعني لو جيت الاعلام في الثوره لعب دور كبير جدا جدا، وكانوا بيعولوا عليه بشكل ونجح. يعني الاعلام كان ناجح ومؤثر، بس انت بتقيس نجاحه، حقق الهدف، يعني حقق الهدف، بتقيس نجاحه بقوه تاثيره، وقوه تاثيره هي اللي بتغير، هي اللي بتقنع الناس، هي اللي كل اللي. فهتلاقي مرحله جه الرئيس بعد عبد الناصر، جه الرئيس السادات، كان اهتمامه بالاعلام شديد جدا، يعني وفي يعني كان، يعني عايز اقول مهتم جدا بالاعلام، واهتم مين اللي موجود، كان اهتمامه اكتر، يعني كان اهتمام. في عصر السادات كانت الاهتمامات اكتر، لا وهو نفسه كان عنده اهتمامات متهيألي شخصيه. والرئيس عبد الناصر برضه كان اهتماماته ده بالعكس، ده هو يمكن من اكثر الناس اللي كان بيسمع وبنفسه وحاجات كده. صحيح ما كانش فيه تلفزيون لسه، لكن كان الإذاعة أياميها هي البطل زي ما حضرتك قلت. يعني بيضطر الإعلامي بما إنه هو بيعكس يعني جانب آخر من الحياة، يكذب، وهو يدرك إنه بيكذب لأنه غصب عنه، هو جاي له المعلومة كده. بتشوفها إزاي حضرتك الحالة دي؟ لا هو مش المفروض، تقول يا رب سامحه بس. لا مش المفروض يكذب، مش المفروض، لابد ان يكون امنا وصادقا. طب قبلك الموقف ده، يعني قبلك جه حاجه وانت اعملها وهي ما تتعملش، ما هي مش صح، قلت لا ولا لا؟ ما انت عليك، انت مش انت صانع الخبر، انت بتعرض مؤدي، انت بتعرض الخبر. قبلك كتير. انا كنت بعتقد ان ده الصح دايما ولا في مره كده قلت يا رب توبه، يعني انا هقولها واتوب؟ لا مش بالظبط يعني. طب حتى في البرامج، انا برضه ما اقصدش النشر، النشر انت مش
ما انتش صانع النشر. لا، في البرامج مختلف. يعني انا هقول اغلب، يعني كل البرامج اللي انا قدمتها ما كانش فيها. وطبعا عالم الحيوان برنامج لا يكذب. ده بالعكس، ده يمكن برنامج بيعلم الورع والدين والتفكر في خلق الله، وبرنامج يعني انا حاولت في نطاق المسموح به على ايامنا، وكان برضه في جزء مسموح في هامش في هامش مش وحش، يعني ان احنا نكون في برامجنا وتناولنا للموضوعات تناول، لان هقول لحضرتك حاجه، اصل احنا اغلب موضوعاتنا كانت بعيدا عن تقول السياسه مثلا، تقول بعيدا عن لان كل بنناقش قضايا بتهم المجتمع المصري. حضرتك كان ليك احتكاك بالاعلام الغربي او تجارب خارج مصر ولا لا كله كان في مصر؟ جزء في مصر وجزء في الخارج. طيب كويس. نشوف اللي في الخارج. اللي في الخارج هو يمكن الاهم. انا اشتغلت في البي قعدت سنه الحقيقه في البي بي سي الاذاعه البريطانيه. الاذاعه البريطانيه، قسم العرب الاذاعه سنه من الى و90 تقريبا. 90 يعني كانت اذاعه. كانت اذاعه بس. وانا كنت بحب البي بي سي الحقيقه يعني، وبعتبرها اذاعه متميزه، فده السبب اللي خلاني رحت. انا يمكن انا مش غاوي ان انا اشتغل، ويمكن في التوقيت ده وقبله كانت هي في القمه ولا أنا لا هي اذاعه يعني، هي كانت الحاجه لما انت عاوز تطمئن او تعرف الحقيقه تروح تسمع البي بي سي ولا لا. وهم يعني رغم احساسنا بالحياد وان ما فيش حياد مطلق على الاطلاق، يعني لا يمكن يبقى في حياد مطلق، لازم هيحط لك حاجه، والا لازم يبقى صاحب مصلحه. امال عملها ليه الإذاعة؟ عملها ليه بالظبط؟ يعني عمل الاذاعه ليه؟ عشان ياثر بحاجات معينه، يعني زي اللي بيعمل قناه، زي اللي بيعمل اسمح له يعبر عن نفسه. يعني اي قناه من اللي طالعين، اي اذاعه من اللي طالعين، الله ليها اهداف وليها سياستها، وانا لما اكون بشتغل فيها لازم امشي على زي ما هي عايزه، مش زي ما انا عايز. يعني فالبي بي سي عايز اقول رغم ان انا بعتبرها احد مصادري للمعلومات، لكن مش حياديه مطلقا يعني، لكن فيها ميزه خلاف الحياديه. يعني دايما يهتموا بعرض وجهات النظر. يعني بمعنى في حرب الفوكلاند مثلا، شوف كانوا بيهاجموا الحرب دي كانت البريطانيه، كان حرب البريطانيه اللي كان بتاع الارجنتين. شوف موقف الاذاعه كان ايه وموقف الحكومه كان ايه. يعني كانوا بيهاجموا تاتشر ولا همهم. في حرب العراق يعني كانت الاذاعه البريطانيه البي بي سي بتهاجم تاتشر رئيسه الوزراء في الحرب. يعني مش مقتنع بالحرب. يعني في اخر حرب العراق، على ما حرب العراق اللي كانت سنه 90، حرب الكويت. الكويت، العراق والكويت، لما عمل تحرير الكويت. ابو العراق، يا رب انا عايز افتكر بالظبط. العراق، ما هو في العراق وايران، في العراق وايران، وفي العراق والكويت الجوله الاولى، وبعدين العراق والاخيره. اعتقد العراق والكويت. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر،
أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه البخاري. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. العراق والكويت صح، لأن أنا افتكرت الأحداث. العراق والكويت مثلا يعني. كنت في الفترة دي حضرتك بقى شغال في البي بي سي؟ كنت أنا في البي سي مثلا. سعداء بحضرتك، ويعني لقاء سري ومجنح الفوائد، وبيصرون ان حضرتك تبقى معانا في قناة الصحة والجمال، واحنا يعني شعارنا جمال الصحة وصحة الجمال. الله. عاوزين ناخد الشعار بصوت حضرتك ونتبارك بيه، فحضرتك قوله لنا كده بصوتك الإعلامي بقى مش الحواري. جمال الصحة ده أنا صوتي لا قولها على بالك، قولها وكررها مرتين ثلاثة. جمال الصحة وصحة الجمال. جمال الصحة وصحة الجمال. جميل. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك. متشكرين القناة ونتمنى لها مزيد من التوفيق إن شاء الله، وإنها يبقى لها الأهداف اللي احنا اتكلمنا فيها وتسير على أهدافها بإذن الله إن شاء الله. ما احنا الحمد لله دي قناة اسمها بيميزها وسياستها يعني بتتناول الجوانب مع تمنياتنا لكل الإعلام العربي يعني. الله يكرمك، ربنا يتقبل إن شاء الله. شكرا إخواننا المشاهدين، نلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبقول يا رب بارك في قوتي وقوتي